بعد ما فهمنا البيور فانكشنز وتعرفنا على الماب كأول خطوة في عالم البرمجة الوظيفية أو الفانكشنال بروجرامينج، النهاردة هنتكلم عن دالة جديدة ومهمة جدا اسمها الفلتر. الكورس الرابع، الدرس الثالث، الفلتر. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق. دالة فلتر دي هي دالة مدمجة في بايثون، يعني بيلت إن. زي مين؟ زي أختها الماب. حلو قوي. أنا عايزك بقى تدلعها لي وتسميها المصفى علشان ما تروحش من دماغك. طيب، بتعمل ايه المصفى دي يا حسين؟ نفس اللي جه في دماغك بالظبط، هي بتصفي الداتا، بتعمل عمليه فلتره للداتا بتاعتي بناء على شرط معين. ركز على حته الشرط المعين دي، ها؟ طيب، يعني مثلا استاذ في مدرسه جالي وقال لي والنبي يا حسين انا عايزك تجيب لي اسماء الطلاب اللي نجحوا في الامتحان، يعني اللي درجتهم 50 او اكتر. بكل بساطه اخدت منه الورقه كان مكتوب فيها الاسم والدرجه، بدات احطهم في الشعر الافريقي الديكشنري، ويلا بينا نبدا الشغل على طول. طيب، زي ما احنا شايفين اهو، الداتا دي عباره عن ليست، وجوه الليست فيه ديكشنريز، كل قاموس فيه اسم الطالب والدرجه بتاعته. دلوقتي بقى هنستخدم المصفى الفلتر علشان نجيب الطلاب اللي درجتهم اكبر من او بتساوي ال 50. حلو قوي. انا دلوقتي عايز استخدم المصفى داله الفلتر، هستخدمها ازاي؟ بكل سهوله اهو. الفلتر بتاخد 2 بارامتر. اول بارامتر بياخد فانكشن، الاكشن بتاعتي اللي عايز اعمله على الداتا بتاعتي ولازم يكون فيه شرط. تاني بارامتر بياخد الداتا بتاعتي اللي هي الاتربل او الكوليكشن. زي الفل قوي. نراجع بسرعه كده مع بعض. ايه هو الاتربل؟ يعني اي حاجه نقدر نعمل عليها لوب، زي الليست، التوبل، الست، ايا كان. يبقى اول حاجه هعملها ايه؟ الفانكشن بتاعتي، الاكشن اللي عايز انفذه على الداتا بتاعتي وكمان بيطبق الشرط بتاعي. يبقى هعمل فانكشن واسميها باست، وهتاخد بارامتر ستودنت، الطالب. والطالب ده عباره عن ايه؟ عباره عن شعار افريقي ديكشنري، في كي وفي فاليو. انا عايزه يرجع مين؟ يرجع الفاليو اللي هي مين؟ السكور. حلو قوي. وهترجع لي درجه الطالب. طيب، الشرط بقى، الطالب ناجح لو درجته اكبر من او بتساوي 50. اوعى تنسى انا بفلتر الداتا بتاعتي بناء على الشرط ده. لو الشرط ده جاب ترو يبقى العنصر يعدي، لو جاب فولس ما يعديش. انا كده تمام قوي وزي الفل، عملت الاكشن اللي هيتنفذ على الداتا بتاعتي. حلو قوي. وبعدين هعمل متغير وهسميه مثلا بيست ستودنتس، الطلاب اللي اجتازوا الامتحان، بيساوي، واستخدم المصفى بتاعتي بقى. يلا بينا. اول بارامتر في الفلتر مين؟ الاكشن. مين الاكشن؟ بيست. طيب، هل هكتب اسم الفانكشن بتاعتي كده ولا احط القوسين؟ لا يا حسين، انت قلت لي الدرس اللي فات ما ينفعش احط القوسين لان الداله بشكل تلقائي بتعمل المهمه دي مكاني. روح يا ابن الله يفتح عليك. طيب، وتاني بارامتر الداتا او الكوليكشن اللي هي ستودنتس اللي هنفذ عليها الاكشن بتاعي. زي الفل. انزل تحت وهقول له اطبع لي الباست ستودنتس. تعال نشغل الكود كده بعد اذنك. ظهر لي ايه؟ فلتر اوبجكت. ايه ده؟ ثواني يا حسين، ده زي الماب اوبجكت اللي احنا ذاكرناها الدرس اللي فات. ربنا ينور طريقك يا ابني. كمان وكمان فرحني بقى وقول لي يعني ايه ماب اوبجكت. يعني هو ظهر لي المكان بتاعه اللي متخزن في الميموري. يا سلام عليك يا وليه. اشجيني كمان وقول لي هو ليه عمل كده. علشان الفلتر اوبجكت ده ليزي، يعني مش بيحسب النتيجه الا لما اطلبها منه. اقفل يا ابني الدرس. خلاص خلاص، انا كده مطمن عليك قوي قوي قوي. طيب، زي الفل. علشان احولها واشوف النتيجه هعمل ايه؟ محتاج احولها الليست. يلا بينا. هتبقى ايه؟ هتبقى ليست فلتر بيست ستودنت. شغل الكود كده بعد اذنك. ظهر لي مين ومين اللي نجح؟ اللي نجح علي ومحمد، لان علي ومحمد اعلى من 50. سلام عليك. الخلاصه، المصفى فلتر بتاخد داله جواها شرط وبتطبقها على كل عنصر في البيانات بتاعتي، بترجع بس العناصر اللي بتحقق الشرط ترو. لازم تحول النتيجه من فلتر اوبجكت لليست علشان نشوفها، زي ما شفنا علي ومحمد بس اللي نجحوا لان درجتهم اكبر من او بتساوي 50. بس كده، والامتحان هتلاقيه برضه في صندوق الوصف. انا حسين الدرملي، ودي برمجه بالبلدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. سلام.